الزمالك بيتعثر امام المصري وبيخسر نقطتين مهمين جدا في مشوار الدوري الممتاز، والاهلي يفوز على طلائع الجيش بثنائيه ولكن بصعوبه شديده. طبعا حبايبنا هيطلعوا يقولوا اصل الكابتن محمد يوسف سايب لهم الماتش والكلام اللهبل بتاع كل مره ده، بس سيبك منه. اكلمك النهارده على الحاجه اللي تخصنا، هو ماتش النادي الاهلي وطلائع الجيش في ظل الغيابات اللي موجوده في صفوف النادي الاهلي، وكمان هكلمك على ترتيب جدول الدوري الممتاز لحد دلوقتي. فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهلا بيكم في حلقه جديده، ده برنامج نسر الاهلي وانا بنوب مفيد. الاهلي بيفوز بثنائيه مقابل هدف على طلائع الجيش ولكن بصعوبه شديده جدا. ما هو برضه يا جدعان مش هينفع الشغل ده، مش كل ما نقابل فرقه في الدوري المصري يوقف لك 10 لعيبه في منطقه الدفاع ويسيب واحد بس ورا في نص الملعب ويلعب على الهجمه المرتده. والله ده مش اسلوب لعب ولا طريقه لعب فرق كوره، يعني هتلعبوا يا جدعان كوره عاديه زي ما باقي الفرق بتلعب وبتهاجم وتدافع وتهاجم وتدافع. ايه المشكله يعني؟ كابتن محمد يوسف في اول ماتش ليه مع طلائع الجيش بيلعب ماتش دفاعي من الدرجه الاولى، وبصراحه كان مصعب الموضوع قوي على النادي الاهلي. يعني المهم الاهلي دخل ماتش طلائع الجيش وعنده غيابات، محمد عبد المنعم للاصابه، محمود متولي للاصابه، وايمن اشرف برضه للاصابه، وعلي معلول لسه ما رجعش. مارسيل كولر بيلعب بخطته المعروفه 4-2-3-1، الشناوي في حراسه المرمى، 2 قلب دفاع، رامي ربيعه وياسر ابراهيم، ناحيه اليمين اكرم توفيق وناحيه الشمال محمد اشرف، في نص الملعب 2 اليو ديانج وعمرو السوليه، قدامهم 3 ناحيه اليمين كريم فؤاد، ناحيه الشمال احمد عبد القادر، وفي النص برونو سافيو، وراس حربه وحيد وهو محمد شريف. في الدقيقه 25 احمد متعب لاعب طلائع الجيش بيحرز الهدف الاول لفريق طلائع الجيش بعد توهان من لعيبه الاهلي، اتلعبت له طويله على قدام ضربوا بيها خط ظهر النادي الاهلي وكلهم وقفوا يتفرجوا عليه، وبقى هو والشناوي لوحدهم. فزي ما هنحمل نتيجه الهدف لرامي ربيعه انا برضو بحمل نتيجه الهدف لمحمد الشناوي. متعب خلاص عدى الدفاع وعدى رامي ربيعه، بقى هو والشناوي لوحدهم. الشناوي بقى بيطلع خطوه ويرجع خطوه، يطلع خطوه ويرجع خطوه، مع انه لو كان طلع كان هيقدر يمسك الكوره بكل سهوله قبل احمد متعب، يا اما كان يقف في الجون ويصعبها عليه، كان ممكن يشوطها بره، ممكن يقف يتعطل شويه. لكن بصراحه حركه غريبه من الشناوي اتسببت ان طلائع الجيش يسجلوا الهدف الاول ليهم وهدف التقدم على النادي الاهلي. الدقيقه 53 احمد عبد القادر بيحرز هدف التعادل للنادي الاهلي على غير العاده انه بيسجل براسه بعد اسيست من العالمي برونو سافيو عشان يحطها احمد عبد القادر بدماغه ويحرز هدف التعادل للنادي الاهلي. ومن برازيلي اصلي لبرازيلي مصري، سهله ومعروفه. الدقيقه 66 الحكم محمد عادل بيحسب ركله جزاء للنادي الاهلي بعد الرجوع للفار، وبيشوطها عمرو السوليه ويحرز الهدف الثاني للنادي الاهلي وهدف التقدم للنادي الاهلي. الدقيقه 74 بيطلع محمد اشرف وبينزل طاهر محمد طاهر، وبيطلع برونو سافيو وبينزل محمد مجدي قفشه. كده هو ودى طاهر هيلعب جناح يمين، وجاب كريم فؤاد من الجناح اليمين هيلعبه باك شمال مكان محمد اشرف اللي خرج. الدقيقه 80 بيطلع احمد عبد القادر وبينزل بيرسي تاو، وبيرجع طاهر محمد طاهر تاني يلعب جناح شمال وبيودي بيرسي تاو جناح يمين. في الدقيقه 89 طلائع الجيش قدرت تسجل هدف التعادل بعد ما الكوره عدت من اكرم توفيق واتلعبت بالعرض، قدروا يحطوها في الجون، ولكن الهدف بيتلغي عشان الراجل حط الكوره في الجون بايده، والحكم محمد عادل بيطلع له انذار بعد ما راح وبص في الفار. مش عارف ليه حاسس كده ان هو اداله انذار عشان احتفل. يعني انت لاعب جبت جون بايديك وعارف ان في فار والفار شغال ورايح تحتفل، هو انت ايه يا ابني ما عندكش دم؟ الدقيقه 90 بيطلع محمد شريف وبينزل حمدي فتحي اللي لسه راجع من اصابه عشان يشارك 7 أو 10 دقايق، وبينتهي الماتش بفوز النادي الاهلي على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، ويصبح الاهلي في مقدمه جدول الدوري بالعلامه الكامله. تعالى كده اقول لك تقييمي للاعيبه الاهلي من وجهه نظري. طبعا محمد الشناوي يتسال بنسبه كبيره جدا على الهدف الاول لطلائع الجيش اللي دخل فينا هو ورامي ربيعه. ياسر ابراهيم عامل اللي عليه والزياده بصراحه، اما اكرم توفيق فهو واضح ان هو بيتحسب من كتر اللي بيعمله في الماتشات، العين بصراحه جابت اجله، كل ماتش لازم يتخبط ويتصاب والدنيا معاه بصراحه بايظه خالص. محمد اشرف الباك الشمال بصراحه لسه بدري عليه قوي قوي، وده اللي اتكلمت عليه في بدايه الموسم لما قلت لك ان الاهلي كان لازم يدعم مركز الباك الشمال بلعيب سوبر يقدر يحل محل معلول في غيابه، لان انت لحد دلوقتي ما قدرتش توفر اللاعب
اللاعب اللي يقدر يحل محل علي معلول لما ما يكونش موجود. اما عمرو السولية مش عارف، انا حاسس ان هو بيلعب وهو متضايق، يعني حاسه كده بيلعب زعلان والكرة خارجه من رجله زعلانه ومتضايقه، فبصراحه مش فاهم فيه ايه. يعني اليو ديانج في الماتش ده عمل كميه ميس باص وكميه اخطاء مش طبيعيه، ومش ده اللي احنا متعودين عليه من اليو ديانج. طبعا برونو سافيو الكلمه اللي بقولها لك واللي الناس كلها بتقولها باين من تحركاته ولمساته من الكوره ان هو هيكون اضافه كبيره قوي للنادي الاهلي. بس كده. تعالى بقى نشوف كريم فؤاد ده بقى اللاعب الجوكر بتاعك، تنزله في ماتش باك يمين ما يقولش لا ويلعب ويأدي على اكمل وجه. الماتش اللي بعده تلعبه جناح يمين برده ما عندوش اي مشكله، بيهاجم وبيجيب اجوان وبيلعب وبيعمل اسيستات. في نفس الماتش تجيبه من جناح يمين تلعبه باك شمال، الراجل ما بيقولش لا وما عندوش اي مشكله. بسم الله ما شاء الله عليك يا كريم وفؤاد، وربنا يحميك يا ابني والله. احمد عبد القادر بدا يفوق شويه، مع ان المشكله اللي بتكلم عليها كل مره لسه ما اتحلتش، ان هو ما بيخرجش الكوره من رجله بسرعه. صدقني يا ابني لو خرجت الكوره من رجلك بسرعه انت هتعمل شغل عالي قوي. محمد شريف بقى انا عايز اسالك سؤال واحد بس، مالك يا صاحبي في ايه؟ طب انت متضايق من حاجه؟ ما هو برضه يا صاحبي مش اي لاعب يروح المنتخب ويقعد على الدكه او يلعب في مركز مش مركزه ان هو ينسى الكوره، مش كده يعني. انا حرفيا مش قادر افهم انت بتعمل ايه في الكوره، مش قادر افهم انت معانا ولا مع الفريق المنافس بصراحه. بيرسي تاو انا لحد دلوقتي في النادي الاهلي مش عارف هو بيعمل ايه او بينزل يعمل ايه غير ان هو بيجري بس. يعني انا بصراحه ما بشوفش بيرسي تاو بيعمل حاجه بالكوره غير ان هو رايح جاي بيجري، ما بيعملش اي حاجه تاني. فتعال نسيب ماتش الاهلي وطلايع الجيش، وقبل ما اكلمك على ترتيب جدول الدوري المصري في ظاهره غريبه كده لاحظتها من اول ما بدا كاس العالم، فتعال اوريها لك. بس برضو قبل ما اوريها لك عايز اوريك حاجه كده لنادي بيراميدز. صفحه بيراميدزاوي منزله البوست اللي انت شايفه قدامك ده، وكاتبين بعد اذنك يا اهلي هاخد مكانك اسبوع بس. هم كانوا قصدهم بيستاذنوا النادي الاهلي ان هم واخدين المركز الثالث اسبوع بس. انا بصراحه ما فهمتش معنى البوست ده غير لما شفت الصوره دي. هم بس كانوا بيستاذنوا النادي الاهلي ان هم هيقعدوا في المركز الثاني لحد ما الاهلي يلعب الماتش بتاعه وينزلوا هم للمركز السادس. فتعال اكلمك على الظاهره الغريبه اللي حصلت لما كاس العالم ابتدى. بطولات نادي الزمالك زادت، الحك بتاع جمهور نادي الزمالك زاد، والموضوع بقى فيه اجماع كبير جدا. يعني مثلا بعد ما سالم الدوسري حط هدف في الارجنتين، صفحات نادي الزمالك كلها نزلت البوست ده والصوره دي، وبيقول لك الدوسري كنت اتمنى اسعاد العرب اليوم وخاصه عشقي شيكابالا ولكن الحظ لم يوفقنا. بعد ما الزملكاويه قالوا ان هو قال الكلمتين دول، وبصراحه انا معرفش هو فعلا قالهم ولا لا، خرج من كاس العالم. طب يسكتوا على كده برضو لا، او منزلين صوره اليو سيسي مدرب السنغال، وبيقول لك اليو سيسي قال مباراه مصر في التصفيات كانت من اصعب المباريات ليا، مصر بها رموز كبيرة في كرة القدم مثل محمد صلاح وزيدان وميدو وشيكابالا. فمش عارف ليه كل حاجة كاتبينها حاشرين في النص شيكابالا، مش فاهم. وبصراحة برضو مش عارف هل الناس دي فعلا قالت الكلام ده ولا جمهور نادي الزمالك بيحكها في الناس دي وعايزين يحطوا شيكا في اي حته وكانهم خدوا بطوله. بس اللي هم مش فاهمينه ان هم كده مش بيعلوا من شأن شيكابالا، بالعكس هم بيخفسوا بيه الارض ومقضينا حك بالراجل. المهم ان هم ما اكتفوش على كده يا صديقي، والموضوع مطول معانا قوي. حتى بص الصوره اللي جايه دي، ابو بكر على بي ان سبورت منذ قليل: انا استمتع دائما بمهارات شيكابالا، فانا اعشق شيكابالا وهو الامهر داخل قاره افريقيا. والمشكله يا صاحبي ان هو جايب لك الموضوع بالاثبات، بيقول لك ابو بكر على بي ان سبورت، وانا اصلا ما شفتش ابو بكر بيتكلم على بي ان سبورت. واحده واحده بس استنى، ده الموضوع مطول معانا. ابو بكر: عالميا اعشق رونالدو، افريقيا وعربيا اعشق شيكابالا الامهر في القاره السمراء. استنى عشان لسه في تاني. انا متاكد بنسبه 99% ان مفيش زملكاوي هيطنش كلام ابو بكر على بي ان سبورت منذ قليل: انا استمتع دائما بمهارات شيكابالا، فانا اعشق شيكابالا وهو الامهر داخل قاره افريقيا. انت فاهم حاجه يا صاحبي؟ الموضوع دايره وعمالين ينقلوا في بعض ويلزقوا اسم شيكابالا في اي حته ويفرحوا اكنهم خدوا بطوله. ما ده برضه حرمان، الناس مش لاقيين حاجه يحتفلوا بيها ومش لاقيين حاجه يشاركوا فيها، فبيلزقوا اسم شيكابالا في اي حد. بس صدقني انت كده بتقلل من شيكابالا مش بتعلي منه. وتعالى نشوف زمالك زامورا. ابو بكر عبر بي ان سبورت: انا استمتع دائما بمهارات شيكابالا، فانا اعشق شيكابالا وهو الامهر داخل قاره افريقيا. انا عايز اسال سؤال واحد بس، هو مفيش غير الزملكاويه اللي عندهم بي ان سبورت وبيشوفوا الحاجات دي ولا ايه؟ ما الناس كلها عندها بي ان سبورت ومحدش سمع الكلام ده، ولا هو بيتقال لكم في السر، ولا القصه جايه ازاي، ولا انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ طب يا عم سيبك من ابو بكر وعايزين نشوف حد تاني نحك فيه. النصيري لاعب المغرب: رونالدو مثل الاعلى عالميا والاسطوره الافريقيه شيكابالا مثل الاعلى عربيا. ها يا سيدي ايه كمان؟ كابتن طارق السيد: طب ايه بقى؟
كيليان امبابي يحتفل على طريقه شيكابالا وزيزو. الحرمان برضو وحش يا اخي، مش عارف الناس دي عايشه ازاي من ساعه ما بدا كاس العالم وهم دماغهم تعبت وتعبوا دماغ شيكابالا وتعبوا دماغ الناس كلها معاهم. فبصراحه مش فاهم ايه كميه الفرحه اللي في البوستات دي. هو انتوا كده خدتوا بطوله؟ يعني مش فاهم، انتوا كده خدتوا بطولات؟ انتوا عمالين تحكوها في ده وتحكوها في ده وتحكوها في ده وفرحانين. انا بصراحه مش فاهم ايه الفرحه اللي باينه على وشكوا دي. ولا كابتن خالد الغندور؟ لا 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 انا مش هتكلم. اسمع بيقول ايه بس. ادي الفانيلا بتاعت كاس العالم اهي يا جماعه. الفانيلا بتاعت كاس العالم، يعني دي الفانيلا بتاعت كاس العالم. تمام، كمل. وبذمتك مش زي فانيلا الزمالك في الخمسينات؟ زي تيشيرت الزمالك في الخمسينات، يعني هم عملوا تيشيرت كاس العالم زي فانيله نادي الزمالك في الخمسينات. لحد كده تمام. طبعا ما هي مصفرة شويه، هي الزمالك هي مصفرة بس زي فانيلا الزمالك في الخمسينات. بيقول لك هي مصفرة شويه والتاني بيقول له هي الزمالك، يعني دي مش الفانيلا، ده الزمالك نفسه كمان. لو جيبوا لي كده كابتن حماده امام ايام ما كان بيلعب في الخمسينات. وكمان طلب ان هم يجيبوا له كابتن حماده امام لما كان بيلعب في الخمسينات. مش عارف هيجيبوها منين، بس هنشوف هل هم جابوها ولا لا، وهل هو التيشيرت ولا لا. يعني لان فانيله الزمالك كانت في الخليج كلها في نهايه الخمسينات والحاجات دي، وكان في مدربين اللي بيدربوا المنتخبات الخليجيه والانديه الخليجيه كانوا كلهم زملكاويه. فانيله الزمالك كانت في الخليج كلها، يعني دي حاجه معروفه طبعا. كان في مدربين بيدربوا الانديه الخليجيه والمنتخبات الخليجيه وكانوا كلهم زملكاويه. والتاني بيقولوا زملكاويه. ايوه صحيح. وده يعني ايه اللي هيخلي نفس شعار الزمالك؟ ما هو حاجه غريبه جدا، ولا انا غلطان؟ انا فعلا استغربت ايه اللي هيخلي نفس شعار الزمالك. هي فعلا حاجه غريبه جدا، مع اني مش شايف هو فين شعار الزمالك، بس اكيد هم شايفين حاجه احنا مش شايفينها. حاجه غريبه جدا بصراحه. لو انتوا جبتوا كابتن حماده امام في نهايه الخمسينات هتلاقوا الفانيلا هي فانيلا قطن بتاعت الزمالك، وهتلاقيها بسبعه كده، هي فاهمه، هتلاقيها ضيقه على الجسم كده. هي دي بالظبط. ما تجيبوها يا جماعه. لو جبتوا فانيله الزمالك مع كابتن حماده امام في نهايه الخمسينات هتلاقيها فانيلا قطن وبسبعه كده وضيقه على الجسم. هي دي كل القضيه، انت فاهم؟ يعني ضيقه شويه على الجسم وبسبعه وفانيلا قطن، مش حاجه تاني يعني. تمام اهي. بذمتك بقى ايه بقى؟ اهي يعني خطين وبرضه سبعه من قدام اهي. بذمتي انا مش عارف بصراحه، لكن بذمتكم انتوا هي بخطين، هي بخطين ودي بخطين، فهو شعار الزمالك صح. انا متفق معاك يعني فاهم قصدي؟ لا انا فاهم قصدك. انا شايف السبعه من قدام وشايفها من كل حته، انا واخد بالي والله. هي فانيلة الزمالك يعني تعتبر هي بنسبه كبيره جدا. لا هي مش بنسبه كبيره جدا، هي فعلا فانيله الزمالك. ايه المشكله يعني؟ بس طبعا اهي نفس سبعه من قدام اهي زي دي بالظبط. ايوه فعلا تاني، ما انا شفتها خلاص. سبعه من قدام خلاص والله شفتها يا عم. في ايه؟ وعلى فكره فانيلا قطن على فكره يا راجل. هي فعلا الفانيلا قطن؟ سبحان الله. لا ده ادام الفانيلا قطن بقى هي بتاع كاس العالم فعلا. ده كده مفيش كلام طبعا. الزمالك في كل مكان يا كابتن خالد. الزمالك هتلاقيه في كل حته. بجد مش كلام. الزمالك في الخليج هو رقم واحد في كل دول الخليج بلا استثناء. الزمالك رقم واحد بجد يعني، وده من الخمسينات مش من دلوقتي. لا بصراحه دي انا حاجه متاكد منها. الزمالك في كل حته في الخليج هو رقم واحد من الخمسينات مش من دلوقتي. ده كده يعني. انت هتقولي ده انا كنت في قطر قعدت 10 ايام في بتاع كاس العالم هناك. انا شفت يعني ايه زمالك. انت هتقولي ده انا قعدت في قطر 10 ايام شفت الناس هناك عرفت يعني ايه زمالك. بسم الله ما شاء الله. المهم ان دي بطوله جديده هتضاف لدولاب نادي الزمالك، ان تيشيرت كاس العالم هو تيشيرت نادي الزمالك القطن ابو سبعه اتضيق على الجسم. سيبنا من الهري ووجع الدماغ ده بتاع نادي الزمالك وبتاع شيكابالا وبتاع تيشيرت كاس العالم والهري والخيله الكدابه بتاعتهم دي، وتعالى اكلمك على ترتيب جدول الدوري لحد دلوقتي. الاهلي في المركز الاول ب 12 نقطه من 4 مباريات، غزل المحله في المركز الثاني برصيد 10 نقط من 4 مباريات، فيوتشر في المركز الثالث 10 نقط من 4 مباريات، الاتحاد السكندري في المركز الرابع ب9 نقط من 4 مباريات. سبحان الله انا لحد دلوقتي ما سمعتش اسم الزمالك. الزمالك اهو. الزمالك في المركز الخامس ب8 نقط برضه من 4 مباريات، والمقاولين في المركز السابع ب6 نقط، وفاركو في المركز الثامن ب6 نقط ولكن من 5 ماتشات. في المركز التاسع البنك الاهلي ب5 نقط ومن 5 ماتشات. المركز العاشر النادي المصري ب5 نقط. المركز ال11 نادي سموحه برضه ب5 نقط. المركز ال12 انبي ب5 نقط ولكن من 5 ماتشات. المركز ال13 طلائع الجيش ب4 نقط، والمركز ال14 سيراميكا كليوباترا ب3 نقط. نادي اسوان في
المركز ال15 برضه ب3 نقط ولكن من 5 ماتشات. الاسماعيلي في المركز ال16 بنقطه، حرس الحدود في المركز ال17 بنقطه، ونادي الداخليه في المركز ال18 برضه بنقطه. الماتش الجاي للنادي الاهلي هيكون مع غزل المحله في الجوله الخامسه من الدوري المصري الممتاز يوم الاربعاء 7 ديسمبر الساعه 5. وبكده بتكون حلقتنا خلصت. فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في حلقه جديده من نسر الاهلي مع ابانوب مفيد.